مساء الانوار والف مبروك. مساء الانوار يا كابتن مدحت، ومبروك لكل جمهور نادي الزمالك. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. انت في المعسكر دلوقتي يا خالد؟ والله يا كابتن في المعسكر. يعني احنا شفنا فرحتكم الكبيره، انتوا كنتوا قاعدين مستنيين ان الاهلي يخسر او يتعادل؟ لا والله يا كابتن، احنا كنا جايين لسه على على الاوتيل، كنا بنتعشى. وبعد كده كان ناقص 3 دقايق او 4 دقايق والماتش يخلص. نعم. اول ما الماتش خلص فرحه كابتن غير طبيعيه. انا بالنسبه لي اول مره اشوف في حياتي كده والله. ببص في وشوش اللعيبه حاجه غير طبيعيه يا كابتن. والله اللعيبه كلها فرحانه وكله مبسوط. تهيألي كلهم اول سنه ياخدوا دوري يعني. يعني انت عايز تقول ان ولا لاعب من فريق نادي الزمالك اخد دوري قبل كده مع الزمالك؟ متهيألي كده يا كابتن، يعني متهيألي كده. انت يعني كلامك صح، انت كلامك صح. ولا واحد ولا واحد. متهيألي كان في لعيبه كتير. كان الكابتن احمد عيد عبد الملك من اللعيبه الكبار في الفرقه. متهيألي كان زمان يعني كان مع الفرقه. متهيألي اللي انا عرفت منه يا كابتن اللي هو اول مره، او اللعيبه دي اول مره تاخد دوري. صح، اول مره كل اللعيبه دي تحصل على بطوله الدوري العام مع نادي الزمالك، وده شيء هم لعيبه جميل. رجاله والله يا كابتن يعني. وبشكر سياده المستشار وبشكر الناس كلها والكابتن احمد سليمان، وبشكر كل الناس كلها. الكابتن اسماعيل يوسف، والله الناس كلها تعبت معانا، وعمال غرف الملابس يعني كل الناس والله يا كابتن يعني كلهم والله تعبوا معانا السنه دي. اللعيبه كلها رجاله. انا بشكرهم كلهم. بشكر كل الجماهير اللي هي كانت واقفه معانا الفتره اللي فاتت دي. نعم والله يا كابتن يعني فرحه غير طبيعيه يعني. الحمد لله الحمد لله يا كابتن. جميل جميل. مليون مبروك يا خالد، وبالتوفيق دايما يا حبيبي، والف مبروك. الف مبروك. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. ايضا هداف الفريق وثاني هداف الدوري العام باسم مرسي. مساء الانوار يا باسم. كابتن مدحت مساء النور يا كابتن. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك يا كابتن مدحت، ربنا يخليك. يعني انت من الانتاج الحربي، نادي هابط للقسم الثاني، الى نادي الزمالك يفوز بالدوري العام، مشاعرك ايه يا باسم؟ لا طبعا والله يا كابتن، يعني بشكر حضرتك وبشكر اللعيبه يعني، والحمد لله على كل شيء. احنا يعني بعد 11 سنه خدنا الدوري المصري، دي حاجه كبيره طبعا يعني فخر كل الزملكاويه باللعيبه اللي في نادي الزمالك. انا رقم واحد بالنسبه لي يا كابتن مدحت اللعيبه دي، يعني اللعيبه رجاله جدا وتعبوا السنه دي جدا طبعا. وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا، المستشار ومجلس الاداره والجمهور العظيم بتاع نادي الزمالك. اللعيبه نفسها يا كابتن يجوا يوم الجمعه ويحتفلوا معانا. احنا يعني اكتر احتفاليه نحتفلها يا كابتن يوم الجمعه ان شاء الله، وما نشوف الجمهور باذن الله. يوم الجمعه ان شاء الله مش الخميس يعني. مستنيين يا كابتن الجمهور يا كابتن مدحت. مش الخميس يا باسم بقى الجمعه؟ لا الخميس اجازه يا كابتن، الجمعه ان شاء الله. ومستنيين الجمهور، جميع الجمهور يا كابتن. بكل اطيافه يا كابتن. بكل اطياف كله يا كابتن. احنا مستنيين الجمهور، اتمنى ما يبقاش في خلاف بين اي حد بين الجمهور والجمهور والمستشار. نتمنى ان هم يعني يتصالحوا وما يبقاش في اي حاجه بين الجمهور نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور. دي دعوه جميله قوي يا باسم ان انت بتقول يا كابتن مدحت، وان شاء الله قريب قوي هيحصل باذن الله. المستشار يعني راجل عظيم ومحترم ومحب الجمهور نادي الزمالك، والجمهور برضه جمهور محترم وهيلتزم الفتره الجايه يا كابتن مدحت. ووعد منا يا كابتن ان شاء الله الفتره الجايه دي الجمهور هيتغير تماما ان شاء الله يا كابتن. تمام يا باسم، تمام. وانا معاك والله في اللي انت بتقوله. دي دعوه جميله قوي وذكيه جدا يا باسم منك لما قلت كل الجمهور بكل اطيافه. عايزين جمهور الزمالك يبقى محب للكيان ويجي ويحضر. بالظبط. كلنا نتمنى كده يا كابتن. والله احنا لما بنشوف يا كابتن الجمهور في التلفزيون دلوقتي يا كابتن، اقسم بالله بشجع النادي بقى له 11 سنه ما فرحش. احنا يا كابتن بنزعل جدا وجسمنا بيقشعر لما نشوف الجمهور. احنا نتمنى الجمهور يجوا الجمعه يا كابتن ويبقى في مصالحه جميله يا كابتن. ويا ريت تدعوا الموضوع ده يا كابتن مدحت، المستشار والجمهور والناس مش مقصره مع يعني المستشار راجل محترم، عمل فرقه كبيره، عمل نادي من اول وجديد نادي الزمالك. صحيح. وراجل محترم، والجمهور عظيم نادي الزمالك. يعني نتمنى يا كابتن والله يا كابتن مدحت. احنا قاعدين قدام التلفزيون دلوقتي والله العظيم بنتفرج على الجمهور وعلى التلفزيون والاغاني. اكيد حضرتك سامع يعني. شايفني دلوقتي في وشك. يا كابتن الله. يا رب يخليك. مين معايا بقى؟ يا كابتن باسم اللي معايا لسه؟ ايوه يا كابتن مع حضرتك يا كابتن. طيب يا رب يخليك يا باسم. طيب اديني حد من اصدقائك اللي جنبك هبارك له برضه يا باسم. طيب يا كابتن، خد الكابتن احمد دودار يا كابتن معاك. طبعا حبيبي معاك يا كابتن مدحت. يا مساء الانوار. مساء الانوار يا كابتن. وحشني جدا والله.
وحشني يا احمد، اشيك لاعب كرة في مصر يا احمد. لازم حته كده. ما اقدرش انسى المنديل، ما اقدرش انساه. مبروك يا احمد، الف مبروك يا الله حبيبي. يبارك فيك كابتن مدحت، وبمسي على حضرتك وببص على جمهور حضرتك. حابب تقول ايه لجمهور الزمالك يا احمد؟ لا انا كابتن مدحت بس بشكر جمهور نادي الزمالك وكله على ال10 سنين اللي فاتوا دول. تعب جدا مع نادي الزمالك، وكان نفسهم ان هم يفرحوا بدوري. ربنا رب يكرم كده يا كابتن مدحت ان شاء الله باذن الله، نفرح جمهور نادي الزمالك في الكونفدراليه وفي كاس مصر ان شاء الله باذن الله. بحب اشكر مستشار مرتضى منصور، لان الراجل ده يستحق التحيه والتقدير جدا، لان جاب 18 لاعب في اول الموسم. الناس انتقدته في لعيبه فاتت مشت، الناس انتقدته، قالت له 18 لعيب كتير مع اللعيبه القديمه طبعا اللي هم برضه لعيبه تقال جدا. قال لك 6، قعدوا بقى الناس الاعلام قال لك 6 لعيبه هينجحوا، 7 لعيبه هينجحوا، و5 لعيبه هينجحوا. ما يعرفوش ان ال 18 لاعب اللي موجودين في نادي الزمالك مع ال7 8 لعيبه اللي موجودين في نادي الزمالك، اللعيبه القديمه المحترمه جدا، كان حازم ولا توفيق مش حسن حد، او كابتن احمد عيد، او كابتن ابراهيم صلاح، كلهم لعيبه محترمه جدا. وكابتن عمر جابر. طبعا انت عارف مر علينا بظروف صعبه جدا، حادثه الدفاع الجوي ديت بظروف صعبه جدا. الحمد لله بفضل من عند ربنا ما سيبناش حق الناس اللي اتوفت ديت، ورحنا بيوتهم كلهم وبنقول لهم مبروك، وبنقول الناس اللي اتوفت ديت بقول لاهاليهم احنا وعدناكم ان احنا ناخد الدوري، والحمد لله بفضل عند ربنا ان احنا خدنا الدوري السنه دي وبنهديه لهم. بقول لمجلس الاداره كله، انا يعني كلاعبين كلهم بيشكروا مجلس الاداره كله، مستشار مرتضى والكابتن احمد سليمان اللي كان ليه دور برضه مع مستشار مرتضى منصور مع مجلس الاداره كله في اول السنه ان اللعيبه كلها دي تيجي. اتمنى كل ما اقدرش انسى كابتن احمد حسام ميدو او كابتن حسام حسن او محمد صلاح، نعم، مستر باتشيكا ومستر فيريرا، وما انتظرش انسى كابتن اسماعيل يوسف وكابتن ايمن طاهر وكابتن علاء عبد الغني وكابتن محمد انور، لانه دول المجموعه ديت يا كابتن اسماعيل وكابتن محمد انور وكابتن ايمن طاهر وكابتن علاء عبد الغني والجهاز الاداري والطبي وكل الاجهزه الطبيه والاداريه اللي مرت علينا السنه دي، والدكتور ايمن فريد. بس انا اقدر اقول لحضرتك كل الاجهزه اللي اتغيرت ديت، بس في حاجه واحده بس اللي موجوده في نادي الزمالك، لاعبين نادي الزمالك. تمام. مستشار مرتضى منصور مجلس الاداره، لاعبين دول كل ما كابتن مدحت حضرتك كنت مدرب وعارف ممكن يجي مدربين كتير جدا، بس ما تقدر تقول للعيبه واللعيبه ما تنفذش. امال اللعيبه ديت كل احترامي لكل المدربين، بس عندهم حاجه واحده بس. من اول السنه قعدنا مع بعض اللعيبه الكبيره باللعيبه الصغيره، قلنا هدفنا حاجه واحده بس، الدوري العام. هو ده اللي الحمد لله احنا كنا عاملين حاجه بصبعنا كده اللي هو المركز الاول. ده كنا بنقول لجمهورنا ان احنا مش هدفنا نكسب النادي الاهلي او هدفنا نكسب النادي الاسماعيلي، لا احنا هدفنا حاجه واحده بس، ركزوا في بطوله الدوري العام. اعتقد الحمد لله بفضل عند ربنا ان احنا خدنا بطوله الدوري العام. بشكر كل اللي بيحبوا نادي الزمالك، مستنيين الجمهور نادي الزمالك، لان احنا حته الجمهور دي يا كابتن مدحت بتنادي بيها. ده وقت نادي الزمالك يتحد مع بعضه، القديم واللعيبه القديمه اللي على السنين اللي فاتت دي انا بهديها لهم برضه، لان كان كل لعيب السنين اللي فاتت دي يا كابتن مدحت كان نفسهم ياخدوا دوري، بس ما قدروش يحققوا بظروف ماليه، بظروف اداريه، بظروف حاجات كثيره، وفرها فعلا السنه دي مجلس الاداره ومستشار مرتضى منصور. اتمنى كابتن مدحت يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله جمهور نادي الزمالك بكل اطيافه، زي ما بيقول الكابتن باسم كده، ان لازم كل جمهور نادي الزمالك يفرح باللعيبه دي. اللعيبه دي رجاله، وبمجلس الاداره ده محدش يختلف ان المستشار مرتضى منصور من اي واحد من جمهور نادي الزمالك، ان الراجل ده تعب وهو بنسبه 200% هو مجلس الاداره حقق السنه دي الدوري. صحيح، احنا كلاعيبه بنحبه جدا وبنقدره، وفي نفس الوقت بنحب جمهورنا طبعا. فما ينفعش يبقى في خلاف يا كابتن مدحت. لا مش هيكون في خلاف. ده وقت ان احنا نتحد كلنا ما بين مجلس الاداره وما بين الجمهور، صح، وما بين اللعيبه القدامى وكل الناس منتظرينها يوم الجمعه ان شاء الله. وانت نطيت في حمام السباحه مع المجموعه؟ ها لا ده يا كابتن انا اللي بصورهم، يعني انا اللي صورتهم وقلت لهم انا ما بعرفش اعوم يا كابتن، انا بغرق في البانيو. نزلوا في الميه يعني، بينزلوا كلهم. طيب مين جنبك يا احمد؟ معايا كابتن احمد سمير. هاتهولي احمد سمير، وجهز لي احمد عيد عندكم يا كابتن. انا اديني 5 دقايق اجيب لك اللعيبه كلها يا كابتن مدحت. وهات لي، انا المراسل هنا دلوقتي يا كابتن مدحت. حبيبي يا احمد، حبيبي يا احمد، حبيبي. اتفضل يا كابتن، معاك احمد سمير. ماشي يا حبيبي. احمد سمير، مدحت، مساء الانوار يا ابو حميد. مساء الانوار يا كابتن. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. حابب تقول ايه النهارده لجمهور الزمالك محبينكم يا احمد؟ حابب تقول له ايه بعد البطوله ما جت عندكم؟
بقول لهم طبعا يا كابتن مبروك علينا كلنا ومبروك على كل الزملكاويه والحمد لله بطوله غايبه عن النادي بقى لها 11 سنه. قدرت اللعيبه المحترمه دي، مجموعه اللعيبه المحترمه، مجلس الاداره والجهاز الفني وكل المجموعه الصراحه والعمال والجهاز الطبي والاداري، الناس كلها قدرت السنه دي تعمل حاجه كويسه لنادي الزمالك والجمهور اللي كان بقاله كتير قوي ما فرحش. وانا طبعا بهدي جمهور نادي الزمالك العظيم البطوله دي الحمد لله. جميل جميل. مستمر ان شاء الله يا احمد مع الفريق الموسم اللي جاي؟ والله يا كابتن انا لسه ما حدش اتكلم معايا في حاجه يعني في ان انا ماشي او قاعد. بس انا موجود يا كابتن. انا لو النادي انا رغبتي ان انا ابقى في نادي الزمالك واكمل معايا الزمالك. لو النادي ما عندوش رغبه ما فيش مشكله. دي انت عارف يا كابتن ان ده احتراف. في اي مكان هأدي وفي اي مكان انا يعني هجتهد واعمل اللي عليا. لكن نادي الزمالك اللي يعني انا تحت امر نادي الزمالك في اي وقت وفي اي مكان، لان جميل. انا في النادي وحضرتك عارف طبعا. فما عنديش مشكله يعني يا كابتن موجود او مش موجود برضه هفضل اساند النادي واللي في الخير ليا ان شاء الله ربنا يقدمه. لا والحقيقه يا احمد يعني شهاده حق ان انت الفتره الاخيره مستواك كان فيه نضج عالي جدا وكان فيه اداء متميز للغايه، وان شاء الله تكون ليك دور باذن الله مع الفريق السنه الجايه ان شاء الله يا احمد. ان شاء الله يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن مدحت. طبعا انا عارف ان حضرتك بتساندني دايما على طول، وانا بشكر حضرتك طبعا على الكلام اللي حضرتك بتقوله عليا. الله يخليك وان شاء الله باذن الله انا بوعد الناس ان شاء الله ان اللي جاي احسن من نادي الزمالك كله ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي. مين جنبك او تتحرك بالموبايل عند حد؟ معايا اخطر خطيره يا كابتن. اخطر خطيره انا عايزه. هاتولي اخطر. شكرا يا احمد. شكرا يا دويدار. اتفضل يا كابتن. شكرا يا حبيبي. كابتن مصر انا طلبتك بالاسم يا حبيبي. يا حبيبي يا كابتن يا مصيطني دايما وانت اللي طلعت عليا اللقب ده. انت اخطر خطير وانت تستحق اللقب. من نادي الزمالك بنحبه. ايوه ما انا لسه هقول له اهو. الاول يا احمد قول لي يعني مشاعرك ايه النهارده؟ اول بطوله ليك، اول بطوله دوري عام في حياتك بتهيألي يا احمد. طبعا يا كابتن يمكن هي اول بطوله دوري عام بالنسبه لي. يمكن الاول مبروك لجمهور نادي الزمالك كله ولمجلس الاداره وللعيبه وللاجهزه الفنيه المتعاقبه طبعا، ومبروك للجهاز اللي معانا دلوقتي اللي تعب معانا. ويمكن هي اول بطوله دوري واول دوري العبه مع نادي الزمالك يعتبر. انا كنت موجود في نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت. السنه اللي فاتت طلعت اعاره، السنه اللي قبلها الدوري اتلغى. يمكن ده اول دوري يكمل مع نادي الزمالك والحمد لله حققه. دي حاجه كويسه بالنسبه لي يعني. جميل جميل. طيب قبل ما اسالك على التويته اللي انت كنت نزلتها، انت النهارده دعيت مؤمن زكريا للاحتفال معاكم بالدوري، بتهزر ولا ايه؟ قول لي بالظبط. لا انا بتكلم جد. فعلا؟ هو فعلا هو الراجل ساهم معانا في مكسب الدوري وجاب اهداف معانا الدور الاول، اهداف مؤثره وما فيهاش مشكله. ايه المشكله يعني؟ الناس واخداها تريقه ليه يعني؟ انا قلت انت بتحاول تهزر او يعني بتقول اسقاط او لا حاجه. لا بص يا كابتن ده انا حتى انا مؤمن من الناس حبيبي يعني، ناس اصحابي وكده، وكون اللي هو راح النادي الاهلي دي حاجه بتاعته هو وحريه شخصيه. ومن الناس اصحابي طبعا. فحتى في الملعب انا قلت له انا جايب لك فانيلا رقم 11 عشان تحتفل بيها بعد الماتش معانا، بعد ماتش الاهلي. لكن هو ربنا كرمه وكسب النادي الاهلي. فيمكن احنا عشان نيتنا كانت وحشه شويه كنا واخدينها بتريقه شويه. بس هو الناس المحترمه وربنا يكرمه، بس مش ضدنا يعني. طيب في حته تاني. ايوه في حتته طبعا بعيد عنكم اكيد. طب لغايه لما تجاوبني على السؤال اللي جاي خلي مراسلنا احمد دويداري يجهز لي مصطفى فتحي اللي عايزه مهم جدا. هو راح يجيب مصطفى، ده عمال يلف علينا والله. ايوه طبعا ده حبيبي بدور كبير السنه دي والله. حبيبي دويدار بره السكور وربنا بيكرمه. لا ده هو جميل ولاعيب كبير ولاعيب كبير. شخصيه من الشخصيات المحترمه طبعا اللي اثرت معانا السنه دي وشخصيه قياديه يعني. قول لي بقى يا احمد، انت كنت كتبت ما يفيد ان انت اخر موسم ليك مع الزمالك واخر بطوله ليك مع الزمالك، هل كتبت ده في لحظه زعل ولا ده قرارك؟ بص يا كابتن يعني ايه، انا اولا يمكن انا كنت مبسوط يعني السنه دي كلها اللي انا
انا كنت موجود في نادي الزمالك وقدرت احقق البطوله ديت. يمكن ربنا كلل جهودنا كلنا بالبطوله. يمكن انا عندي هدف تاني اللي هو انا يعني في ناس كتير بتضغط ان انا ابطل وكده، وفي ناس بتعرض عليا ان انا ابطل برضه من جوه النادي، وناس كتير من الجماهير والكلام ده. وناس في الاعلام برضه اتكلمت في الموضوع دوت اللي احمد لازم يبطل وكده. انا عن نفسي انا شايف ان انا قدامي اقل حاجه سنتين. صحيح، وانا متفق معاك. اللي انا اكمل في الكوره وكده. يمكن طبعا السنه دي كان في ضغوط كتير علينا وكده، بس الحمد لله الواحد مر بحاجات اصعب من كده. يمكن دي اصعب سنه بالنسبه لي طبعا، بس يا كابتن في الاول وفي الاخر انا عندي هدف اللي انا عايز ابقى موجود في الملعب على طول. انا بقالي 15 سنه في الدوري الممتاز، يعني موجود في الملعب على طول. مع حته اللي انا بقعد وانزل والحاجات ديت انا مش متعود عليها خالص. فانا شايف اللي هي ممكن تبقى موجوده السنه الجايه، فعشان كده انا اتكلمت وبحاول بفكر في القرار طبعا بشكل كويس. وعندي هدف ثاني اللي انا اخش نادي النية. عندي 84 جول، فلازم ابقى موجود في الملعب بشكل كبير عشان اعدي نادي النية وابقى من عظماء نادي النية. هل في حد بعد تصريحك ده والتويته دي من اداره الزمالك او من المدرب او غيره كلمك؟ لا، هو بصفه رسميه لا، هي حاجات شخصيه كده. ناس اصدقاء يعني في مجلس الاداره يمكن بيتكلموا معايا، واحنا عايزينك تقعد تكمل وما ينفعش، وانت ده ناديك واحنا قعدنا 10 سنين عشان نجيبك وما ينفعش تمشي والكلام ده يعني. جميل. هو كلام كويس ومحترم يعني. لا وانت مهم يا احمد جدا الحقيقه يعني. ربنا يخليك يا كابتن. قول لي مصطفى فتحي وصل؟ هو معاك. مصطفى ما وصلش، بس الكابتن احمد دويدار هو المرتب بتاعك. يا دويدار فين مصطفى؟ بص مدحت دلوقتي اللعيبه كلها في غرف اللبس بتاعتهم فرحانين جدا، مشغلين اغاني فرتكه. بس انا قدرت اجيب حد من نجوم الفرقه، مسمار نص الملعب مع الكابتن ابراهيم صلاح، كابتن طارق حامد. طبعا. اتفضل يا كابتن مدحت. اتفضل يا حبيبي. كابتن مدحت. يا ابراهيم مساء الانوار. لا معاك طارق يا كابتن. طارق، اهلا يا طارق، مساء الانوار. كابتن اخبارك ايه؟ يا رب يخليك يا حبيبي، ومليون مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا كابتن. كنتوا النهارده قاعدين كلكم بتتفرجوا على الماتش بتاع الاهلي طبعا. لا ما اتفرجناش عليه خالص. احنا كان عندنا تجمع في الاستوديو الساعه 9 بعد تمرين الساعه 5. بحبك يا شلبوكه. وانا والله بموت فيكم. مين ده يا طارق؟ انت يا كابتن مدحت. غنوا شلبوكه. صباحكم بس على كل واحد ناس مدينه الولعه والكماسه وناس تركيز على الزمالك. محمد يا رب الزمالك. جميل، ده انا سعيد قوي باللي انا سمعته ده. داخل الاجواء. جميل قوي. جميل. طارق، يعني اول سنه ليك مع نادي الزمالك، مشاعرك ايه ان انت تاخد بطوله في بدايه طريقك مع نادي الزمالك؟ طبعا حاجه كويسه جدا. الحمد لله اول سنه نحقق بطوله الدوري غايبه عن جمهور نادي الزمالك 11 سنه. ببارك لمستشار مرتضى منصور، ببارك لاعضاء مجلس الاداره، ببارك للعيبه، ببارك للجمهور، كل الناس ديت ببارك لهم. الحمد لله اول بطوله. ان شاء الله عندنا كونفدراليه نركز فيها كويس، عندنا كاس ان شاء الله نقدر نحقق الثلاثيه السنه دي ان شاء الله. جميل يا طارق، يعني الف مليون مبروك يا طارق، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن. تكلم ابراهيم صلاح؟ لا ابراهيم مش معايا. مش معاك. طيب دلوقتي المجموعه، انتوا دلوقتي انا يعني حابب ان انتوا تهدوا حاجه جماعيه لجمهوركم. احنا كام واحد دلوقتي في المكان عندك يا طارق؟ والله احنا متوزعين يا كابتن مدحت. لا اللي موجودين قدامك دلوقتي، اللي موجودين قدامك. بس انا قدامي دلوقتي خالد قمر. مع حضرتك. لا ما انا كلمت خالد، انا كان نفسي نغني كلنا حاجه مع بعض لو انتوا موجودين مع بعض. طب ثواني كده. عشان تهدوها لجمهوركم. انا معايا اسلام جمال. اسلام جمال طبعا ابارك له، بس عايز مجموعه عشان نعمل حاجه مع بعض لجمهور الزمالك. ما هو انا معايا دلوقتي سمير ومعايا اسلام جمال. طيب ابارك لاسلام جمال. طيب حاضر يا كابتن. اتفضل يا كابتن. حاضر يا مات. يلا
يا كابتن يا اسلام. صوتي ضايع يا كابتن معلش. مبروك يا اسلام، الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن مصر. يعني النهارده انت ما شاء الله اول موسم مع الزمالك وتحققوا بطوله دوري، حابب تقول ايه لجمهورك يا اسلام؟ بص يا كابتن الحمد لله بجد والله العظيم احنا تعبنا جدا جدا جدا، والف مبروك طبعا لنادي الزمالك ورئيس مجلس اداره نادي الزمالك سياده المستشار والناس كلها. اسمع ابو جبل يا كابتن، خد ابو جبل حته يا كابتن. كابتن يا كابتن مدحت. ايوه يا حبيبي. حته بص ابو جبل هيقول لك ايه. يلا. انت فين يا راجل؟ ايه كمل والنبي لك كمل. وحشنا يا كابتن مدحت. انت كمان. وانا معاكم وهقولها لكم بمنتهى الشفافيه. طب بقول لك ايه يا اسلام؟ ايه يا كابتن؟ انا عارف ان انت مطرب الفريق، سمعني حاجه. يا صوتي ضايع والله يا عشان كابتن. خاطري عشان خاطري. ما انا عمال اغني من الصبح. انت وابو جبل ابس انت هتغني دلوقتي للملايين مش في صوتي الحمام. ضايع خالص. انت وابو جبل ادوني حته يا اسلام، انت وابو جبل. فرتكه فرتكه. يا كابتن مدحت. فرتكه فرتكه. نسمع صباح مباشر يا باشا. يلا. لا حافظينها. كابتن ايوه مدحت. نعم. رجع لك احمد دودار يا كابتن. يا دودار عايزين نسمع حاجه من اسلام وابو جبل. بص هو احنا منقسمين لاسلام شعبي، فرتكه والحاجات ديت. عايزين شعبي. حضرتك انت بتحب ام كلثوم واخد بال حضرتك وعبد الحليم، ممكن ندي حاجه لمحمد منير، حتى المستشار مرتضى منصور بيحب يسمع صوت ابو جبل. ابو جبل يدينا حته واسلام يدينا شعبي. انا ماشي يلا. هنسمع حته كده من الكابتن محمد ابو جبل. يلا يا ابو جبل. وعلي صوتك بالغنى لسه الأماني ممكنة، الزمالك كلمة بسبع حروفين وكياني وأقولها تاني، خد عمري كله واشوفه دايما فوق الزمالك. شكرا يا كابتن مدحت. جميل يا ابو جبل، جميل جميل. كابتن مدحت اسلام جمال بس بيكتب الاغنيه الشعبيه في ورقه. ماشي يعني ما يجراش. بحاول يوصلها بس ويظبطها. هو حافظ فرتكه. بس مرسي عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن مدحت، خلي الاستاذ محمد نصر يشغل اغاني نادي الزمالك يظبطنا يا كابتن مدحت. هنشغلها يا حبيبي، وفي حاجه لباسم مخصوصه دلوقتي. يا باسم. كابتن مدحت. يا باسم بعد ما نخلص اسلام هو محمد نصر موضب لك حاجه حلوه شوفها على الشاشه. انا كنت لسه هقول لك محمد نصر ده انسان محترم وربنا يخليه يا رب. انا بشكره طبعا اللي هو بيعمله معايا يا كابتن والله. يعني ده حقك يا باسم، ده حقك يا باسم. ربنا يخلي حضرتك. بس انا يا كابتن والنبي بقى يعني اتمنى يا كابتن حضرتك تضغط بقى يا كابتن الفتره الجايه في الاعلام اللي يبقى فيه مصالحه بين المستشار والجمهور. اتمنى يعني انا يعني رجاء يا كابتن مدحت، رجاء بعد اذن حضرتك. لا ده واجب علينا، وانت دعوتك دعوه عظيمه يا باسم، ده واجب علينا. انا عارف ان حضرتك يا كابتن بتحل والله العظيم كتير جدا في الرياضه ومن الناس المحترمه جدا، عشان كده حضرتك انا بحبك يعني في الله اقسم بالله. ربنا يخليك يا باسم، ربنا يخليك يا حبيبي. تبنى الموضوع ده بقى يا كابتن مدحت كابتن دودار معاك. من عينيا من عينيا. يلا يا اسلام عشان نختم معاك. اسلام جمال هيغني هو الاغنيه الشعبيه بتاعته. انا عارف ان حضرتك ما بتسمعش اغاني شعبي، بس هو معلش ماشي الحال دلوقتي. لا ده انا بموت في الشعبي، بموت في الشعبي. يلا يلا صباح وباشا يا باشا والقطعه وانت يا كابتن مدحت. معاك يا حبيبي قول. ثانيه واحده عشان معايا بس يا كابتن حد دخل على الويل. حد دخل عليه ايه؟ ايه المطرب ده اللي حد دخل عليه؟ قول يا اسلام. لازم نفرح يا جماعه مع الزمالك، ده وضع طبيعي. ها يا اسلام رحت فين؟ كابتن مدحت قول يا حبيبي انا سامعك. يلا يا جماعه. يلا صباح وباشا يا باشا. صباح وباشا يا باشا على كل واحد مستنينا، الولعه والقماشه ونزل شيشه على شيخه فينا، سقف علشان هتنام جنبك واصحى وصحينا، سقف علشان هتنام جنبك واصحى وصحينا، كلام والثانيه والعز الدنيا على الدار العدويه وحوش شارع 8. كفايه يا كابتن مدحت. الله الله.